بس انا اللي اليوم زعلني في النادي الاهلي من الموسم الماضي لما خسر ضد ابها ب9 لاعبين، مشى الموضوع عادي. لما خسر منافسة على الدوري من بدري مشى الموضوع عادي. السنة هذه خسر السوبر ومشى الموضوع عادي. طلع من الجندل في دور 32 ومشى الموضوع عادي. اليوم الأهلي مع نتائج نهاية الجولة التاسعة احتمال الأهلي يمسي بالخير على المركز 12 في الدوري. تمام. كل الأحداث هذه صارت بدون ما يكون في أي ردة فعل. الأندية المنافسة والأندية البطل والأندية اللي عندها كبرياء في مسابقاتها ما تسوي الشيء هذا. فأنا هذا اللي بدأ يخوفني في الأهلي، أن الأشياء هذه بدأت تصير وكأنها الحال. والله مخاوف في محلها، وكأن الوضع طبيعي ولازم تعتاد على الشيء هذا. وإحنا في عملية طويلة مستمرة لسنوات، بس اللي قاعد تشوفه أنت هذا الطبيعي. الأشياء هذه ما تصير في هلال، الأشياء هذه ما تصير في النصر، الأشياء هذه ما تصير في الاتحاد، الأشياء هذه ما تصير في الشباب. الأشياء هذه دائما بمجرد ما العثرات هذه والنكبات هذه تبدأ تتكرر وفي نمط يعني مزعج أكثر من يعني كل مرة يزيد وبشكل أسوأ، لازم تشوف ردة فعل، لازم تشوف توضيح. يعني الهلال لا يعقل العام مثلا سوى سوق صيفي كبير مرة، الأكبر في تاريخ أي نادي سعودي، وحقق جميع أحلام مشجعينه. بدأ بداية ما هي مثالية مع جيسس. في الجولة الخامسة كل أحد يبغى جيسس يمشي، رئيس النادي يجي يطلع يوضح ويقول لك كذا كذا، مع أنه ما في شيء يستحق أنك تطلع توضح، بس هو طلع وضح. الاتحاد سوء النتائج، نونو امشي. شرطك كم؟ نونو امشي. جاياردو يجي، جاياردو ما تضبط معاه الدنيا، جاياردو يمشي ويحل مجلس إدارة وتجي مجلس إدارة جديد ويتغير كثير من الأشياء في الاتحاد. النصر كذلك، سواء في مجلس إدارته أو حتى مع كاستر، تعادل الشوط العراقي، كاستر اليوم الثاني سلام عليكم بيولي يجي. في الأندية هذه بعد ما يصير في أي خلل أو أي مشكلة تشوف إن في نهضة من النادي نفسه عشان نقوم نحل المشكلة هذه، أو على الأقل نطلع نوضح ونقول إن إحنا ترى ما زلنا متمسكين مثلا بهذا المدرب وبهذا اللاعب وعندنا خطة مثلا. في الأهلي الأشياء هذه تصير وتمر كأنه يوم عادي، بانتظار وش يجيب لنا الأسبوع الجاي، وش يجيب لنا المباراة الجاية. فهذا اللي أنا اليوم صار بدأ يزعجني. ليش الأهلي اليوم إدارته جالسة تعامل النادي بهذه الطريقة؟ الأهلي جالس يمر بفترة تاريخيا أنا والله ما شاهدتها من قبل. يعني لا أتكلم مع عبد الملك أنا قبل فترة، الأهلي يعني قلعة الكؤوس اللي نادي عريق مثلا في الألعاب المختلفة. اليوم نجوم الأهلي في باقي الأندية كلهم. الأهلي في الألعاب السعودية ما له حضور، مو موجود. ما هم موجودين. لعيبة قاعدة تمشي وقاعدة تروح. فريق كرة القدم الأول أنت قاعد تشوف يدخل المباريات قائمة فيها 20 لاعب بس. لما بس تيجي تبغى تشوف فريق كرة قدم فيه 11 لاعب كل لاعب في مركز قاعد يلعب، منظر ما تشوفه في الأهلي. والله ما تشوفه. الأهلي كل مباراة يلعب 3 مهاجمين، و3 مهاجمين يكونون فراس البريكان ظهير يسار، فيرمينيو محور، وانتظر حاجة من توني. موضوع صعب. طب يا جماعة انتوا كيف قاعدين تشتغلون؟ كيف قاعدين تخطون؟ والله مو مفهوم. انا احاول اتجنب اللهجة اللي يكون فيها احباط واللي يكون فيها تشاؤم واللهجة اللي صياح، بس اللي قاعد يصير والله العظيم مو مفهوم. يعني انا حرفيا جالس اكره الكوره، اني اشوف الاهلي الكره اللي يلعبها الاهلي. والله انا جالس يعني تكرهني في الرياضه هذه، لان هذا مو بناء، هذه ما هي اداره. والان المحايد يقدر، حتى المنافس اللي ينافس الاهلي الان يقول لك يعني الاتحاد فاز ديربي والله ما تعب فيه. موسى ديابي وعوار وبركفاين يمشون ويتصرفون تصرفات فرديه فيها خلينا يقول لك طابع شويه من الانانيه. لو لعبوا مع المجموعه اكثر واخذوا القرار الافضل، المباراه دي رايحه 3 4 5. شيء غير طبيعي يعني من العز. مباراة الأخدود قبل كذا رجع من بداية الموسم بس ما في ردة فعل. فهذا اللي ضايق في الأهلي. ما أعرف وين في نقطة سقوط أكثر من كذا بتوري ردة فعل.